أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. احنا موجودين معاكم النهارده من داخل إحدى القلاع المشاهدة في المسبوكات مع رجل كان له دور رائد في تطوير وتحديث مصانع المسبوكات والتعاون مع الحكومة والبنوك لتوفير التمويل والحوافز للمستثمرين في ظل أزمات طاحنة تواجه هذه الصناعة لنتيجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم. لقاؤنا اليوم مع رجل التحديات، رجل المهام الصعبة، الدكتور مهندس عمر عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات ورئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. في البداية لو خدنا نبذة وعرفنا المشاهد بالدكتور مهندس عمر عبد العزيز. انا مهندس هندسه القاهره قسم تعدين وبترول سنه 2001، ومعايا دكتوراه في الصناعات المعدنيه والهندسيه، وكان في انتخابات في غرفه الصناعات المعدنيه سنه 21 دخلنا فيها، والحمد لله كانت الغرفه الوحيده اللي كان فيها انتخابات بالانتخابات، والحمد لله قدرنا ان احنا ننجح، وان شاء الله نعمل حاجه في شعبه المسبوكات على مستوى المسبوكات في مصر. حدثنا ايضا عن شركه مصر للمسبوكات، واحنا حاليا دلوقتي موجودين على ارض هذه الشركه العملاقه منذ انشائها وحتى الان. مصنع مصر للمسبوكات احنا ابتدينا فيه سنه 2019، وده ثمره من ثمرات عصر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان احنا لما بدانا الشغل هنا لقينا ناس تقف جنبنا وتساعدنا، ولقينا ناس فعلا بتهتم بتوطين الصناعه والصناعه. كل المنتجات اللي موجوده دي، يمكن المنتجات دي ما كانتش بتتعمل في مصر قبل كده، وكانت بتيجي 100% استيراد، فبدأنا ان احنا ننتج المنتجات دي في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمبادرة البنك المركزي ومبادرة رئيس الجمهورية لتوطين الصناعة. ما هي أهمية صناعة المسبوكات في الاقتصاد المصري، وما هي التحديات التي تواجه تلك الصناعة؟ وخدنا نبذة مختصرة كده عن صناعة المسبوكات، هنلاقي ان صناعة المسبوكات دي في مصر من أقدم الصناعات. صناعة المسبوكات من سنة 3200 قبل الميلاد، وبدأ القدماء المصريين في الشغل ان هم ينتجوا مسبوكات. وحضرتك لو شفنا المسبوكات اللي بتطلع دلوقتي اللي اتعملت ايام الفراعنه، مسبوكات عاليه الجوده. وطبعا صناعه المسبوكات في مصر هي العمود الفقري للصناعه. لو بصينا دلوقتي للمكن اللي موجود في جميع المصانع اللي موجود في مصر، المكن ده بيبقى محتاج قطع غيار. قطع الغيار كنا بنجيبها من بره، انما دلوقتي حاليا الحمد لله بفضل ربنا بدأنا ان احنا نعمل اجزاء كتيره من قطع الغيار اللي موجوده للمصانع، زائد شغل البنيه التحتيه، زائد المحابس اللي كانت كلها بتتحدف علينا من بره. دي كلها بقت منتجات بتساعد في البنيه التحتيه في مصر، زائد ان هي بتقلل القيمه الدولاريه اللي بتخرج خارج البلاد. أعزائي المشاهدين، هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا.
ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور عمر عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ محمد. كيف ترى دور شعبة المسابك في دعم وتطوير هذه الصناعة؟ والله احنا من ساعه ما بدانا في شعبه المسابك كانت عندنا شويه مشاكل. من ضمن المشاكل اول حاجه كانت التراخيص. طبعا المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي طلع لها قرار جمهوري رقم 3/5 لسنه 2020 بالظبط في شهر 9 ان بتحويل العقرشه لمنطقه صناعيه. طبعا العقرشه ان شاء الله داخله ضمن مبادرات حياه كريمه وهتتطور كلها. المنطقه هنا 492 فدان، المنطقه فيها اكتر من 2000 مصنع وورشه، المرخص فيهم بس تقريبا 162. فاحنا في صدد دلوقتي حاليا ان احنا ندعم ونشجع المصانع دي كلها ان هي تخش في الاقتصاد بتاع الدوله بدل ما هي اقتصاد موازي للدوله. طبعا زي ما حضرتك عارف ان المصانع دي كلها شغاله باساليب بدائيه، يعني شغاله باستخدام الفحم والمازيوت والكلام ده كله. ده طبعا بيأثر على البيئة، بيأثر على البيئه وعلى صحه العمال والكلام ده كله. طبعا احنا بدأنا ان احنا نعمل مع البنك الاهلي المصري مبادره، لان انت عارف حضرتك مبادرات البنك المركزي ال 5% الاول كان بيشترط وجود سجل صناعي ورخصه صناعيه. طبعا احنا عملنا اتفاقيه وبروتوكول مع البنك الاهلي المصري ان هو يدعم لنا المصانع ده، بحيث ان اول خطوه عندي واكبر مشكله ان هو يحول من الفرن الرخيص اللي هو بيكلفه 20-25 الف جنيه ان هو يركب فرن كهرباء صديق للبيئه. زائد ان احنا بعد ما يركب الفرن هيحتاج كهرباء. راسلنا بردك عن طريق غرفه الصناعات المعدنيه، ومعانا في غرفه الصناعات المعدنيه اللي هو اركان حرب عماد الالفي وراجل شغال لتوطين الصناعه. راسلنا وزير الكهرباء بحيث ان القدرات الكهربائيه اللي محتاجاها المصانع دي يوفرها لها ويدخلها لها بالتقسيط على اقساط متساويه لمده 2 سنين. فحلينا موضوع الفرن، حلينا موضوع الكهرباء. جت بقى الراجل اللي كان بيعمل منتج بدائي ده كان بيبيعه لاي حد، انما الوقت هو لما يركب فرن كهرباء هيعمل منتج عالي الجوده. طب هيبيعه لمين؟ واجهتنا مشكله واحنا في الحوار الوطني، كنا ناقشنا موضوع الحاضنات الصناعيه وخدنا موافقه على ان مصنع مصر للمسبوكات يعمل 10 حضانات صناعيه، ودول هنشوفهم في المؤتمر والمعرض التاني يوم 28/10 اللي افتتحوا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنشوف ال10 مصانع كانوا شغالين ازاي قبل التطوير وهيشتغلوا ازاي بعد التطوير، وال10 مصانع دول هيدخلوا لنا مينيمم 600 طن شهريا منتج يقدر يخش في الشغل في مصر ونقدر نصدر كمان. قبل ما ننتقل لنقطة أخرى كنت حابب أسأل عن موضوع الكهرباء. ليه ما أقدرش أدخل الطاقات البديلة؟ ودي برضه هتبقى موفرة للدولة عن طريق الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، بحيث إن أنا أستخدم حاجات صديقة للبيئة أفضل. الأفران أو المكن اللي بيشتغل في أفران الصهر دي بتحتاج على الأقل 300 كيلو وات ساعة. فعشان حضرتك تعمل سيستم طاقة شمسية 300 كيلو وات ساعة ده تكلفته عالية جدا. احنا عندنا في المصنع هنا سيستم 30 كيلو وات ساعة، ده جاي لنا منحة من الاتحاد الأوروبي والجامعة البريطانية وممكن نبقى نصوره، بس احنا مشغلينه هنا على الجزء بتاع الطوارئ لأن الصناعة دي فيها ريسك شوية. حضرتك واحنا بنصب الفرن زي ما هنشوف بعد كده، الفرن بيبقى واخد وضع مايل، لو لا قدر الله الكهرباء قطعت وفضل المعدن ينزل، المعدن ده بتبقى درجة انصهاره 1460 درجة، فبيبقى شديد الخطورة على العمال اللي حوالين عملية الصب. فطبعا الطاقة البديلة والطاقة النظيفة لما تخش ان هي تغطي لي الجزء ده دي حاجة ممتازة جدا. آلية التعاون بين شعبة المسابك والبنك الأهلي المصري ولتمويل تحديث وتطوير مصانع المسبوكات، ما هي شروط ومميزات هذا التمويل؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك في الاول كانت شروط البنك المركزي ومبادره رئيس الجمهوريه لتوطين الصناعه اللي هي ال 5%، كان شروطها في الاول ان لازما المصنع اللي هيعمل الكلام ده يبقى معاه سجل صناعي ورخصه صناعيه. اذا احنا بنتكلم على مصنع مرخص وقائم. فاحنا المناقشات اللي عملناها كتير مع البنك الاهلي المصري ادتنا فرصه ان احنا دلوقتي اي حد ما معهوش سجل تجاري وبطاقه ضريبيه
بمجرد ان هو يعمل السجل التجاري والبطاقه الضريبيه والعضويه بتاعت غرفه الصناعات المعدنيه، ليه حق ان يخش معانا في مبادره توطين الصناعه، ونبدا نجيب له الفرن وندخل له الكهرباء. ومش هنسيبه كمان، يعني مش هنسيبه بعد ما نعمل كده، ده احنا هناخد المنتج بتاعه وممكن نصدره او ممكن نغطي بيه السوق المحلي، لان مصانع المسبوكات في مصر بتغطي 26% بس من احتياجات السوق المحلي. لو في كلمه ورساله حضرتك بتوجهها للمصنعين لتنفيذ هذه المبادره تقول لهم فيها ايه؟ طبعا في الاول فخامه الرئيس قال ما تقبضوش على حد في المصانع، فهو كان اذا امرت ان تطاع فامر ما مستطاع. ما كانش عندنا المبادرات دي موجوده، ما كانش عندنا الامكانيات اللي موجوده دلوقتي، لان هي الدوله بالقياده السياسيه، الدوله بتنتقل من دوله مستهلكه ومستورده الى دوله مصنعه ومصدره. فكل الامكانيات مع حضرتك الوقت. البنك هيجيب لحضرتك الفرن، شركه الكهرباء هتدخل لك الكهرباء، هتلاقي حد ياخد المنتج بتاعك ويبيعه لك ويحتضنك وتكسب. طب ايه اللي فاضل؟ لو حضرتك ما دخلتش في المنظومه دي يبقى حضرتك اللي مش عايز تخش. بالتالي انت المشكله عندك، يبقى المشكله عندك انت مش عند الدوله. الدوله دلوقتي قدمت كل حاجه بحيث ان ال2000 مصنع اللي عندنا هنا يبقوا مرخصين. هو لو رخص دلوقتي، حضرتك في قانون رقم 152 لسنه 2020، القانون ده فيه حوافز ضريبيه كتيره جدا للناس اللي هي شغاله وخايفه. تعرف حضرتك لما بتيجي حمله من البيئه او من الوحده المحليه، الناس دي كلها بتقفل. انا بقول لهم لا، اعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. لو حضرتك بتشتغل لغايه 250,000 جنيه هتدفع في السنه 1000 جنيه بس، وده نازل نص في القانون. لو بتشتغل من 250 ل 500,000 هتدفع 2500 جنيه سنويا. لو حضرتك بتشتغل لغايه مليون جنيه هتدفع 5000 جنيه. فالموضوع دلوقتي ما بقاش ضرايب، لان هو كمان لو عليه اي قضيه على المكان اللي رخص عليه، القانون الجديد يشيلها له. أعزائي المشاهدين، تعالوا معانا بجولة وتقرير من داخل أرض الواقع، من داخل أرض مصنع مصر للمسبوكات، وإلقاء الضوء على ما يتم تنفيذه، وإلقاء الضوء أيضا على المنتجات المصرية التي يتم تصنيعها داخل هذا الصرح العملاق. فابقوا معنا. ورجعنا لكم بعد ما شفنا التقرير ده من داخل أرض الواقع، ومكملين حديثنا الشيق والممتع مع دكتور مهندس عمر عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات. وبرحب بحضرتك معايا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. لو اتكلمنا عن الحوافز اللي وضعتها شعبة المسبوكات لجذب استثمارات خارجية، والله يمكن احنا لسه كنا عاملين مؤتمر يوم الأحد اللي فات. المؤتمر ده كان جالنا فيه بنك QNB يخش داعم مع البنك الاهلي. فطبعا لما جالنا، انت اي حد بيجي لك انت هتزود لي ايه، هتعمل لي ايه؟ احنا اوريدي المصانع الجديده معاها مبادره اللي هي ال 5% متناقصه اللي بتوصل ل 2.6، وزي ما ابعت لحضرتك احنا واخدين من البنك
المسبك ده لو هياخد مليون جنيه هيسددهم ازاي؟ يمكن انا بقى ادي لحضرتك الورق ده يتعرض عشان الناس تطمن. المليون جنيه في 5 سنين يسددوا 1,144,000 جنيه، واول 6 اشهر ما بيدفعش اقساط. يعني الدوله دلوقتي واقفه جنب المصانع. احنا هدفنا الاساسي مش الناس دي يتاخد منها ضرائب، احنا هدفنا الاساسي توطين صناعه، هدفنا الاساسي تقليل التلوث البيئي، هدفنا الاساسي صحه الناس اللي شغاله في المصانع دي. فدي حاجه مهمه جدا. دخل معانا البنك الاوروبي في يوم الاجتماع بتاع يوم الاحد اللي فات، وقالوا ان اللي هيشتغل مع بنك QNB هيبقى معاه ميزه غير البنك الاهلي المصري. الميزه ان يبقى فيه 10% مش مسترده. يعني حضرتك دلوقتي لو بتاخد مثلا من QNB 5 مليون جنيه، حضرتك هيبقى فيهم 500,000 جنيه مش هترجعهم. لو حسبت ال 500,000 جنيه بالنسبه للفايده هتلاقي حضرتك واخد اكتر من اللي هتسدده. لو اتكلمنا عن رؤيتك لمستقبل صناعة المسبوكات في مصر، وما هي خطط شعبة المسابك للارتقاء بتلك الصناعة؟ احنا في غرفة الصناعات المعدنية في شعبة المسابك بصراحة جهات الدولة كلها وتوجه القيادة السياسية ان مصر تتحول لدولة صناعية. من اول التنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم دلوقتي متعاون معانا جدا. احنا الاول عشان حضرتك كنت تعمل الاجراء اللي احنا بنعمله ده، احنا عملنا شرعنة للقوانين عن طريق مجلس النواب وعن طريق التنمية الصناعية، بحيث ان اللي معاه سجل وبطاقة يقدر يشتغل، يقدر يدور المصنع. شعبة المسابك الفترة اللي جاية ان شاء الله بأمر الله هتبقى الحصان الاسود في البلد هنا، لان احنا مستهدفين من اول سنة 24 ان احنا نصدر فيما لا يقل عن 2000 طن. 2000 طن متوسط الطن بتاع الزهر، احنا ما بنتكلمش بقى على نحاس ولا ألمونيا، دي قيمتهم عاليه جدا. احنا بنتكلم على زهر عادي زي بتاع المحابس، بنتكلم ان متوسط الطن 1500 دولار. لما حضرتك تضرب 2000 طن في الشهر في 1500 دولار، انت كده جبت عمله وجبت ميزات كتيره من بره وبدات تصدر، لان احنا اوريدي بنصدر، وبدات ان انت تغطي الفجوه اللي موجوده هنا ومش قادرين نغطيها اليومين دول، ومحتاجه مننا عمله كتيره تطلع بره عشان نجيب مستلزمات الانتاج وعشان نجيب المنتجات اللي هتخش في البنيه التحتيه. رؤيه شعبة المسابك للتعاون مع الشركاء الاقليميين والدوليين في مجال المسبوكات، وما هي اهم المشروعات والاتفاقيات التي تم تنفيذها او التفاوض عليها في الفتره المقبله؟ احنا طبعا يمكن كان وزير الصناعه السعودي كان في اتحاد الصناعات من قيمه اسبوعين، وكنا قدمنا مقترح ان احنا طبعا هم كانوا نازلين عايزين ياخدوا رجال الاعمال كلهم يشتغلوا في السعوديه، فاحنا قدمنا مقترح ان نعمل على المنتج قيمه مضافه في السعوديه ونعمل قيمه مضافه في مصر. ازاي؟ ان احنا هنبدا نعمل مصنع مسبوكات فرع لمصر للمسبوكات في السعوديه. تعرف حضرتك ان السكراب والخرده هناك ما بتخرجش بره السعوديه، هناخد الخرده دي بحيث ان احنا نعملها بيج ايرون. الزهر البيج ايرون اللي كنا بنجيبه من البرازيل وكنا بنجيبه من جنوب افريقيا، هنبدا نصنعه ونجيبه هنا بحيث يقلل لي كميه الخرده وكميه السيليكون وكميه الكربون اللي انا بستخدمهم. هعمل منتج مطابق للمواصفات ومنتج عالمي، وفي نفس الوقت هبقى عملت قيمه مضافه في السعوديه هناك. هجيب البيج ايرون ده انتج هنا منتج، لان هم عايزين مننا 300 طن شهريا، بس عايزين 300 طن الغطيان اللي هي بتستحمل 40 طن اللي هي بتاعت الشوارع. نفس القصه في العراق، الخرده في العراق ما بتتنقلش من محافظه لمحافظه، فلو قدرنا ان احنا نعمل مصنع هناك والخرده عندهم جودتها عاليه جدا، وقدرت ان انا اخد الخرده دي واشكلها بحيث ان اجي مصر هنا اعمل منتج كويس، دي حاجه كويسه جدا. كلمنا عن اهم المنتجات اللي بيقوم بانتاجها مصنع مصر للمسبوكات. طبعا لو الكاميرا جابت المحابس ده محبس حريق. المحبس ده والمحبس ال4 بوصه ده ما كانوش بينتجوا في مصر غير في شركه النصر للمسبوكات، وشركه النصر للمسبوكات حاليا تعتبر متوقفه. احنا عملنا الاستنباط والارانيك بتاعت الشغل ده بره مصر، بحيث ان المحبس ده جودته بيعادل المحبس البولندي والتركي وسعره ارخص وعليه ضمان.
لان هو كل الاجزاء بتاعته 100% معموله هنا في المصنع. امتى نقدر نقول ان شركه مصر للمسبوكات بدات تصدر المنتجات بتاعتها للخارج؟ احنا والله اوريدي بنصدر، يمكن لسه من اسبوعين كنا مطلعين شغل للمغرب، بس الهدف الرئيسي دلوقتي عشان احنا شغالين مع مبادرة حياة كريمة، ومبادرة حياة كريمة بتخدم 56 مليون فلاح. يمكن انا هدي لحضرتك الورق بتاع مبادرة حياة كريمة. المبادرة دي لازما كلنا نقف حواليها ويبقى الاهتمام قبل ما انا اصدر. ما انا حضرتك دلوقتي لو صدرت، ما المبادرة عايزة شغل، ما هتجيبه من بره هنطلع دولار. فبالتالي الفكره بوصل للاكتفاء الذاتي الاول والفائض عندي بصدره. احنا بامر الله في خلال سنتين هنغطي احتياجات السوق المصري. احنا بنتكلم في 2000 طن في الشهر، يعني بتتكلم حضرتك في قناه سويس جديده. لو طلعنا الشغل ده كله بره مصر هيجيب عمله من بره كتير جدا، زائد ان احنا هنغطي الانتاج اللي مطلوب مننا في مصر. لو اتكلمنا عن الفلسفه والاستراتيجيه القائم عليها العمل داخل شركه مصر للمسبوكات، احنا عندنا في مصنع مصر للمسبوكات هنا كذا طريقه للصب. يعني احنا عندنا خطوط اوتوماتيك 100% اللي بتعمل المحابس وبتعمل بلف الهواء ده، وعندنا خطوط اوتوماتيك نص اوتوماتيك، وعندنا الشغل بقى اللي هو احجامه بتبقى كبيره جدا، ده اللي بيتعمل بطريقه بدائيه في الارض زي ما هنشوفه. لان احنا مثلا انا عندي مقاس المكن من متر 30 ل 80. طب لو انا عايز اعمل مسبوكه 2 متر اعملها ازاي؟ فبضطر ان انا اعملها بالطريقه البدائيه اللي هي الدفن في الارض والداليك والكلام ده كله وتصب. انما احنا في صدد دلوقتي ان احنا نجيب مكن من بره احدث ومساحه اكبر، بحيث ان احنا نقدر في فتره قليله نعمل كل الشغل اللي مطلوب مننا من قطع غيار وبنيه تحتيه ومحابس وكل حاجه. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل ونرجع لكم، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنكمل حديثنا الشيق والممتع مع الدكتور عمر عبد العزيز عبد الفتاح، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات، وبرحب بحضرتك معايا. دكتور عمر عبد العزيز، هل راضي عن أداء مصنع مصر للمسبوكات أم بيأمل في المزيد في المستقبل؟ لا طبعا بنأمل في المزيد. احنا طبعا في الفترة دي بنحاول نزود الطاقة الإنتاجية، بحيث ان احنا زي ما قلت لحضرتك ان المصنع ده لولا مبادرات فخامة الرئيس ومبادرات البنك المركزي ما كانش قايم، لان المصنع كان معمول وكنا واخدين ائتمان من البنك الاهلي المصري عشان نجيب خطوط انتاج والكلام ده كله. فلولا المبادرات دي احنا ما كناش اشتغلنا. لذا انا مستغرب من الشباب اللي يقول لك ما فيش شغل. لو اي شاب دلوقتي جيب اي مشروع وجي قابلنا وقعد معانا، والله هنساعده وهنجيب له تموين وهنفتح له مصنع وهنشغله وهنبيع له المنتج بتاعه. دائما سيادة الرئيس بيدعو بدور الشباب، حدثنا عن دور الشباب داخل مصنع مصر للمسبوكات. احنا عندنا هنا في المصنع تقريبا 145 عامل. العمالة اللي موجودة عندنا يمكن احنا تعبنا شوية، يمكن دول متصفيين من حوالي 1200 واحد، لان القصة بتاعة المسبوكات عايزة اهتمام شوية، يعني عايزة مدرسة تتعمل من بعد الاعدادي. واحنا خدنا موافقة من وزارة التربية والتعليم ان احنا نعمل مدرسة صناعي للمسبوكات، لان المسبوكات هو مش عملية الصهر بس. احنا زي ما هنشوف في المصنع تحت، المسبوكات بتبدأ من اول ما الأورنيك بيتعمل في ورشة النجارة، بيبدأ تصميمه يتعمل خشب، وبعد كده يتصب ألمونيا، بعد كده يتحط على الخطوط. احنا محتاجين نجارين نماذج، محتاجين سباكين وعمال افران للافران، محتاجين ناس خراطين، محتاجين ناس برادين، محتاجين ناس تقف على البورينج تقفل المحابس. لا المجال مشغل ناس كتير جدا. كلمة بيوجهها الدكتور عمر عبد العزيز إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
انا بشكر فخامه الرئيس على الفتره دي، وبتمنى ان التوجيه يزيد ناحيه شعبه المسابك وغرفه الصناعات المعدنيه عشان نقدر ندخل ال2000 مصنع اللي معانا اللي هم الاقتصاد الموازي، نقدر ندخلهم في عباءه الدوله. وبتمنى من الضرايب ان هي تطبق القانون 152 لسنه 2020 وتفهم الناس، تفهم الراجل ده، تقول له انا مش جاي اخد منك ضرايب، انا عايزك تشتغل. لو اشتغلت لغايه 250,000 جنيه هتدفع 1000 جنيه بس، اشتغلت لغايه 500,000 جنيه هتدفع 2500، اشتغلت لغايه مليون هتدفع 5000 جنيه. الناس بالنسبه لها الضرايب وحش كبير. السلوك بتاع زمان اللي موجوده عليه المنطقه هي اللي مسببه لنا المشاكل دي. انما اي حد لو عايز يشتغل وعايز نقف جنبه، احنا ما عندناش مشكله في اي حاجه خالص. احنا عندنا دلوقتي دعم من فخامه الرئيس، عندنا دعم من وزاره الصناعه، عندنا دعم من غرفه الصناعات المعدنيه، عندنا دعم من وزاره البيئه. وزاره البيئه لسه مختاره منطقه في مدينه نصر هنبدا نشتغل كشعبة مسابك على تطويرها اليومين الجايين دول. الهدف من الكلام ده كله ان احنا نعمل منتج مصري مش نمطي، منتج مطابق للمواصفات، منتج معتمد، بحيث ان المصانع الجديده كلها اللي بتخش كحاضنه لمصر للمسبوكات هو من اول يوم عنده بيصب منتج معتمد. دكتور عمر عبد العزيز، رئيس شعبة المسبوكات باتحاد الصناعات المصرية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للمسبوكات، أنا بشكر حضرتك على الحديث الشيق والممتع ده يا فندم. تحت أمرك يا محمد بيه، وأنا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج وشكرا لحضرتك. وفي نهاية حديثنا بنشكر ضيفنا وضيفكم الذي أمتعنا بحديثه الشيق، وانتظرونا في الحلقة القادمة من برنامجنا وبرنامجكم بنحب مصر. شكرا لكم وإلى اللقاء.